أهلا بكم في زوم سبورت استوديو 1 والرؤية الفنية والتحليلية لمباراة حرس الحدود ضد الأهلي. الأهلي الملطشة، الأهلي الإسرائيلي الذي وضعوه في الدوري المصري بطريق الخطأ، خرج متقدما 1-0 على حرس الحدود رغم أنف الحكم الدولي فهيم عمر. الأهلي يتقدم رغم أنف فهيم عمر، رغم أنف عصام صيام، رغم أنف سمير زاهر، رغم أنف حسن صقر، رغم أنف اللوبي الفاسد، رغم أنف فلول النظام. الأهلي الإسرائيلي الذي يشترك رغما عن أنفهم في الدوري المصري لكرة القدم يتقدم 1-0. تحكيم لا يمكن أن يوصف إلا بأنه حقير، تحكيم لا يمكن أن يوصف إلا بأنه فاجر، تحكيم لا يمكن أن يوصف إلا بأنه في اتجاه واحد. تحكيم يخرج في نهاية الشوط الأول ضحكة فاجرة، هذه الضحكة التي ترونها ضحكة فاجرة من حكم تم عصره، تم إهانته عندما احتسب ركلة جزاء للأهلي في مباراة اتحاد الشرطة في افتتاح الدور الثاني، فعرف أن الله حق، عرف أن الإعلام المصري الفاسد الكاره للأهلي يعصر أي حكم يعطيه حقه ويرفع أي حكم يذبح الفريق، فقرر أن يذبح. لعبة من تسلل واضح جدا ضد أحمد عبد الغني، لم يرفع لها تامر دري الراية للتسلل، وهو الذي احتسب هدفا من تسلل ضد الأهلي في حرس الحدود في الموسم الماضي، نفس التامر، نفس الدري، نفس التحكيم. وإذا بوائل جمعة وذراعه جانبه بكل الوضوح يطير ويلعب الكرة برأسه لحارسه، ويسقط لاعب الحدود، ويسقط معه الحكم، ويسقط معه التحكيم، وتسقط معه العدالة، ويسقط كل شيء محترم في كرة القدم، لأن الحكم قرر احتساب ركلة جزاء لحرس الحدود. الذبح الأخير للأهلي، هيا نخلص من الأهلي، خلصوا الدورة في الإنتاج الحربي، يكمل فهيم عمر في حرس الحدود، بلاها كرة قدم. الأهلي ملطشة، أكرر، الأهلي ملطشة، الأهلي ملطشة. شكرا حسن حمدي رئيس النادي الأهلي على موقفه المسترخي، شكرا مجلس إدارة النادي الأهلي على موقفه السيء الضعيف، شكرا للمتقاعسين، شكرا للمتخاذلين. فليكمل الحكام المصريون على الأهلي ما بقي منه، ولتنتهي المسابقة كيفما تنتهي.